السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله كما وعدتكم في الفيديو اللي قبل انني غنشارك معكم المقادير والطريقه ديال الغريبه اللي شفتوا في الفيديو اللي خدمت مع صابلي. فان شاء الله اليوم غادي نخدمها معكم، غتعرفوا على المقادير والطريقه كامله كيفاش تخدموا باش تخرج لكم ناجحه من اول تجربه. وصدقوني كتجي رائعه بزاف بزاف، الكلينات ديالي كلهم حماقوا عليها، فخليكم معايا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه بالنسبه للمقادير غادي نحتاج واحد مارغرين، غادي نحتاج هنا 4 ديال البيضات ولكن ما غنستعملهمش كاملين، غادي نستعمل 2 بيضات كاملين بالبياض والصفار و2 بيضات غناخذ غير الصفار، البياض غنحتفظ به للتزيين. هنا كاس ونص ديال الزيت، 2 كيسان سكر حبيبات، عندي كاس د اللوز خضر مطحون، وهنا عندي سكر نكهه سكر بنكهه البرتقال عفوا، 2 خمارات حمر، كيلو وربع تقريبا ديال الدقيق. هنا عندي كاوكاو ايفيلي، ممكن تعوضوه بليس ايفيليم. هنا عندي لي سوغيز، انا خديت هذا المعلم، ممكن تاخذوا ديال العبار. هنا عندي نكهه البرتقال يعني باش نعزو داك المذاق. وهنا عندي داك بياض البيض اللي كنا خدينا قبل. ندوزو للطريقه على بركه الله. انا خدمت هنا في الهاشوار، الزبده كانت عندي في الثلاجه يعني كانت غتعذبني، فخدمتها في الهاشوار هي والزيت والسكر، خدمتهم مزيان في الهاشوار. ومن بعد دابا عاد ضفت لهم البيض. هنا غنضيف لاغوم ديال البرتقال والسكر ديال نكهه البرتقال. غادي نضيف هنايا اللوز، كنظن الفيديو راه شارح نفسه يعني بلا ما نحتاجو. وهنايا الدقيق وجوج خمارات حمر، تقريبا استعملت كيلو كفاني. ها نتوما، ها الخليط، ها العجين ديالنا كيفاش كيجي، كيكون رطب. وندوز نشكلوه. اذا هنا غنبقى نخدم كورات، ما تحاولوا ما تكبروهمش بزاف لانهم باقيين غيزيدوا في الفران. صافي غنبسطوهم شويه بهذه الطريقه، ندوزوهم في بياض البيض عفوا. ومن بعد غادي نضيفو نفندوهم عفوا في هذا كاوكاو ايفيلي. حاولوا تلبسوهم مزيان بداك كاوكاو ايفيلي، هانتوما بهذه الطريقه باش كيشد باش ما كيتحيدش. صافي وكنضغطوا عليها شويه وكنحطوها في اللاطه ديالنا. ومن بعد كناخذ داك السوغيز وكنحطو في الوسط. هنا قبل ما كنحطو كنديرو في بياض البيض باش كيشد. صافي وكنحطو في السوغيز هكا. راه كاين ممكن ديروه بالخضر، ممكن بالاحمر، على حسب الرغبه ديالكم نتوما. صافي انا غادي نخدم معكم واحده اخرى باش تشوفوا طريقه يعني سهله ومبسطه. من بعد غادي ندخلها للفران، يعني طبعا كالعاده الفران الفوق حتى طيب على خاطرها، ونهبطوها لتحت غير تذهب لينا اللون. ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي على بركه الله. وكان هذا هو الشكل النهائي، ما نقولكمش كي كتجي روعه روعه في المذاق. داك النكهه البرتقال كتعطيها واحد المذاق خطير خطير بزاف، اللي صراحه عجبت الكليانات ديالي، والحمد لله كاع اللي خدمه عندي شكرها ليا وعاود طلبها من جديد، اللهم لك الحمد. والكميه كتخرج ما شاء الله، يعني هاد العجينه راه كتخرج لك تقريبا شي 2 كيلو وربع تقريبا اللي كتخرج، يعني ما شاء الله كميه اللي هي وفيره. المهم البنات، انا خدمتها كوموند مع هاد 2 كيلات ديال الصابلي كما كتشوفوا، يعني واحد الكليانه. فنتمنى انني نكون وضحت لكم في الفيديو، حاولت ما نطولوش عليكم. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش طبعا بلي لايكات ديالكم وبالبارطاجي. انا ديما كنحاول نشارك معكم اي حاجه كنخدمها في داري او لعائلتي، فما تنساونيش نتوما، ما تبخلوش عليا بلي لايكات ديالكم والبارطاج. وما تنساونيش من التعاليق ديالكم. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وفي اقتراح جديد، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.